أعزائي مستمعي راديو أيامنا، أهلا بكم في برنامجنا برنامج جسور النجاح. وحلقتنا النهاردة عن الإيجابية. إن أنت تكون شخص إيجابي دي حاجة جميلة جدا، وبتسعدك وبتمنع عنك أمراض كتير. الإيجابي إنك لما تبقى في محنة تعرف تتصرف كويس، تعرف تفكر إزاي هتخرج منها. وما تبقى في مكان حاسس إن هو مش مكانك، يبقى عندك إرادة وعندك أمل إن أنت هتروح في مكان تاني ومكان أحسن منه. بس محتاج صبر ومحتاج تشتغل على نفسك. مش حاجة وحشة لما نطلب المساعدة من حد تاني عشان نوصل للي احنا عايزينه. مفيش مشكلة نطلب المساعدة. الإيجابية عايزة مجهود وعايزة صبر، وإن أنت تكون شخص متفائل، شخص صبور، شخص واثق من نفسه، بيبحث عن الحلول بسلاسة. الإيجابية اختيار مش شرط ومش إجبار. الإنسان الإيجابي ما بيتعرضش للاكتئاب كتير، لأنه هو دايما عنده فكرة إن هو يوصل لحل سليم أو لحل يكون مناسب. فالإيجابية شيء عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينادي بالإيجابية، كان بينادي بالتفاؤل. يعني كان بيحب التفاؤل. فالتفاؤل ده شيء عظيم جدا، وإن أنت تكون إنسان إيجابي، إنسان قادر على النجاح، إنسان عندك إرادة، عندك عزيمة، عندك صبر. فأنا من حلقتي ديت بقول الإيجابية شيء عظيم، وتمسكوا بالإيجابية. والإيجابية مش شرط، الإيجابية مش شرط، الإيجابية اختيار، بس متراكم عليه حاجات كتير. إن أنت تكون إنسان إيجابي، إنسان سوي، فده في حد ذاته حاجة جميلة جدا.